جاي لك النهارده بانمي هيخلي دماغك تلف من العظمه، فركز معايا وما تنساش اللايك والسبسكرايب وانك تقول لنا رايك في الكومنتات، وجهز قعدتك ويلا بينا نبدا الانمي بتاعنا. تخيل يكون املك الوحيد في الدنيا انك تكون ضابط شرطه، لكن انت ضعيف جدا وما عندكش اي حاجه مميزه تخليك ضابط زي ما بتحلم. وفي يوم واحد بس كل حاجه تتغير وتكتشف انك عندك قوه جباره مش عند حد من البشر، ويكون قدامك انك تستخدم القوه دي في الخير عشان تحمي الناس او تستخدمها في الشر وتتحكم في العالم كله. فهل هتختار الخير ولا هتختار الشر؟ وده اللي هنعرفه في الانمي بتاعنا، فعشان ما اطولش عليك يلا بينا نبدا. وفي يوم ما كان كتير من الناس حظها وحش، كان في عيل صغير حظه بعت له معجزه وفتح عينه على دمار في كل مكان وما كانش فاكر اي حاجه حصلت، وبيلاقي شخص غريب بيقول له ان في شويه اشرار هيكونوا هنا كمان شويه، وكل المطلوب منك تقوم وتهرب وملكش دعوه بالباقي. لكن الواد الشجاعه كانت هتاكل منه حته ومش راضي يمشي، فقال له الراجل انا ضابط شرطه وهعرف اتصرف، اما انت عيل صغير لسه قدامك مستقبل، قوم والحق نفسك. وفجاه بدا ضرب النار عليهم، قال له تنيل بقى اجري اديهم وصلوا وملكش دعوه بامي. وفعلا الواد خد منه الكلمتين وخد ديله في اسنانه وجري. وده الوقت المناسب اللي اعرفكم فيه على سيجي، وده بقى ضابط شجاع وهمه الاول والاخير انه يحمي البشر كلهم، وهو نفس الواد اللي الضابط زمان انقذ حياته. وفي يوم من الايام وهو اجازه ورايق على الاخر وسط المدينه اللي فيها جن واقزام ومصاصين دماء كمان، لكن بالرغم من ده كله عايشين في سلام وسط بعض. لكن احيانا الاوضاع بتخرج عن السيطره ومفيش مانع من شويه عمليات سطو على بنك مثلا، لكن سيجي شكله خلص رصيد الحظ كله زمان وبقى محتجز كرهينه في عمليه سطو، وهو في يوم الاجازه ومعهوش سلاح حتى. ومش كده وبس، ده اتعرف على ضابط زيه بره الخدمه ومحتجز زيه بالظبط، والضابط التاني ده كان اسمه شيوري. وفي الوقت ده كانت وصلت قوات الشرطه وحصرت البنك، لكن العصابه كانت عامله حسابها زياده عن اللزوم. وبيكون سيجي عمال يقول لشيوري اننا لازم نتصرف، فبيقول له انا معيش سلاح ولو معايا مش هستخدمه حتى. ولما الواد استغرب قال له انت اعمى ولا ايه؟ افراد العصابه كلهم معاهم اسلحه قويه وواقي من الرصاص، وان المعدات اللي معاهم دي كلها ولبسهم اكتر من الطبيعي في سرقه بنك، وان اكيد عندهم خبره عسكريه كمان. لكن سيجي مصمم انهم لازم يتصرفوا. قال له اصبر يا عم المضحي انت بس وانا عندي خطه. قال له ايه هي طيب؟ قال له تسكت خالص وتعمل اللي بيقولوا عليه. وابو راس حمامه قال لهم لو فكرتوا تعملوا اي حركه غبيه هصف فيكم. وفعلا العصابه لقت اللي كانت بتدور عليه، وواحد منهم صورها وبعتها للزعيم بتاعهم تقريبا. وبدات الشرطه تتفاوض معاهم لكن فشلوا تماما. وشيوري سال سيجي قال له انت داخل شرطه بقى عشان تلم قرشين ولا عشان تحمي الناس؟ قال له يا عم ولا ده ولا ده، انا من 9 سنين كده كنت هموت في هجوم ارهابي. فشيوري بيتخض وبيقول له قصدك هجوم المطار؟ بيقول له ايوه بالظبط. وكمل له وقال له ان الوقت ده الظابط لحقه، وان من اليوم ده قررت ان اكون زيه. في الوقت ده العصابه كانت بتختار رهاين يخرجوا بيها من البنك، وفعلا اختاروا 3 رهاين ومنهم بنت. وفي الوقت ده سيجي خرج عن صمته، ولما قام يهددهم خدوه هو كمان رهينه معاهم، وفعلا اتحركوا بيهم. وفي الوقت ده كان في ست وبنت صغيره بيراقبوهم من مكان عالي. وبالمناسبه البنت الصغيره دي اسمها بيل، وكانت بتراقب العربيه بتاعت العصابه دي بالدرون. والست مصاصه الدماء دي كانت فرحانه منها على الاخر، قالت لها عيب عليكي انا صغيره بس نينجا. وفي الوقت ده كانت المدرعه قربت توصل جسر ريمبو، اما سيجي فكان لسه بيحاول يفوق من الخبطه، ولما فاق كان مربوط. وفجاه سمع صوت بيكلمه، وكان شيوري الصايع حط له جهاز تواصل في ودنه لما فقد الوعي، وقال له ركز معايا بقى عشان شكلك غبي وهتتعبني. وقال له ان صعب نوقف المدرعه دي، وللاسف احنا معتمدين عليك دلوقتي، وان اهم حاجه تعرفها مين هو زعيم العصابه اللي عندك ومين الخاين من ضمن الرهاين اللي معاك. وقال له ان المثل اللي سرقوها دي ليها تاريخ كبير ومحدش كان يعرف انها موجوده الا مدير البنك، فيا هو كان مهمل في السر او شريك معاهم في الليله دي كلها. قال له طب ايه المطلوب مني؟ قال له عايزك تتكلم في اي حاجه وتعمل شويه شغب كده. لكن العبيط عبيط وقال لهم انا حاسس ان الجو حلو قوي النهارده. في الوقت ده شيوري كان هيتجلد تقريبا. بنروح لواحد اسمه كيرون وبيكون بيتفاوض مع رئيس قسم السلامه العامه انه يتدخل في انقاذ الموقف، اما شيوري بيكون بيكلم حد وبيقول له ان واحد من السارقين دول متورط في قضيه ناين، والقضيه دي بتاعت المطار اللي من 9 سنين. وطلع شيوري تبع بيل والست اللي معاها ومعاهم قناص كمان. ولما كانوا شاكين ان سيجي مع العصابه شيوري قال لهم استحاله، الواد ده اعبط من كده بكتير. والفريق ده كله كان بقياده الراجل اللي اسمه كيرون. اما مدير البنك كان بيحاول يطلع معلومات من سيجي عن مكان الدعم دلوقتي، لكن سيجي عمل عبيط او هو عبيط فعلا يعني، وكان الموضوع صعب انه يخلص بسهوله. وبدا شيوري يفكر في خطط يوقفوا بيها المدرعه، وكل ما يكون خطه تكون انيل من اللي قبلها وكلها ما ينفعش تتنفذ اساسا. والواد اللي راكب جنبه مش عاجبه اي خطه من اللي بيقولها. وفي الوقت ده كان واحد من الرهاين هيتقتل خلاص، لكن سيجي قرر انه يخلص الحوار ده بطريقته، وفك نفسه ونزل ضرب في الواد اللي قد الحيطه ده، ومسكوا بعض ومحدش فيهم رحم التاني. ولما السرينه اشتغلت بدات العصابه تهجم عليهم، والقناص كان مستعد ومستني اشاره. والشوري خد قرار انه هيفجر الجسر عشان يوقف المدرعه، لكن فجاه بيحصل ضرب نار وسيجي بيقع من المدرعه، ولما بيفتكروه مات بيطلع عايش وزي القرد. وبتكون بيل بتجهز القنابل بالدرون بتاعها، وبيكون الدور على جرامبس القناص.
وفعلا بتفجر الجسر، وطلقه من على بعد مئات الامتار بتصيب رشاش المدرعه، وفعلا الخطه بتنجح وبيقدروا يوقفوها. ولما بينزلوا بيكونوا بيهددوهم انهم هيقتلوا الرهاين، لكن القناص موجود وكده كده مش هيقدروا يهربوا، وفعلا بيسلموا نفسهم. لكن فجاه بيخرج واحد من المدرعه وبيكون عايز يخلص عليهم، بس على مين؟ في ثواني الست اللي كانت مع بيل بقوه رهيبه بتنقذهم، وبتخلي الواد يسلم نفسه زي الكلب كمان، وفعلا بيكونوا انقذوا الموقف. اما شيوري بيكون واقف بيستجوب مدير البنك، لكن فضل ينكر ان هو متورط في السرقه دي. لكن شيوري صايع ولماح وقال له بأمارة الرساله اللي اتبعتت لك مش كده، وفعلا اثبت انه متورط معاهم. وفي الوقت ده مدير البنك بيفضل يقول ان ناين راجع، وانه هيرجع الامور كلها لموضعها الصحيح. ولما رفع سلاحه سيجي قام بالواجب وزياده، وبعد ما كل حاجه اتحلت شيوري راح لسيجي وقال له ان شغلانه ضابط الشرطه دي قذره، وان محدش فيها بيهتم بحمايه الناس. فسيجي قال له انا مش متفق معاك بصراحه، لكن شكله عجباه دماغ سيجي وشايف انه هيبقى حاجه كبيره. وتاني يوم لما سيجي راح شغله لقى نفسه انضم للفريق بتاع كيرون، وقالوا له انه عشان شارك معاهم في القضيه ما ينفعش يشتغل مع حد غير معاهم، وقال له اهلا بيك في القسم السابع للتحقيق في الجرائم الخاصه. وبنروح مع شيوري وهو في اوضه الاستجواب، وكان بيحقق مع واحد متهم انه قتل مراته، والراجل كان متوتر على الاخر وعمال يحاول يطلع نفسه بريء، لكن شيوري عمال يحاصره لحد ما وصل معاه الحيطه سد، وقدر يخلي الراجل يكون في خانه مفيش منها رجوع. وفعلا القضيه اتحولت من الشرطه الى القسم السابع، وبيكون المحققين اللي تبع الشرطه مستغربين ومش قادرين يستوعبوا ازاي خلى الراجل يعترف بكل حاجه، حتى القاتل المأجور اللي خلاه يعمل كده، وبيكونوا مش فاهمين الواد ده ايه، ده لو بيقرا الافكار مش هيكون كده. وبيكونوا مستغربين ليه مع كل المهارات اللي عنده مصمم يشتغل مع القسم السابع ده. وكان سيجي معاه في المكتب وبيساله عن المطلوب منه في المخروبه دي، قال له انت تعرف عننا حاجه اصلا؟ قال له لا، بس الواضح انكم شويه عواطليه يعني. قال له افهم يا غبي، احنا متخصصين في اي قضيه ليها علاقه بناين. وقال له انهم مجموعه من الناس الغريبه اللي حكمت العالم زمان، وكانت التنانين رمز ليهم وسبب في دمار العالم، والناس دي كل اللي فيهم بيسعوا للدمار والارهاب، وعشان كده شكلنا القسم ده عشان نقدر نواجههم. لكن سيجي كان فاكر شويه حاجات، وقال له مش الزعيم بتاعهم اتسجن وقت هجوم المطار؟ قال له بالظبط، وأورلوك اتحبس وقتها، ومن ساعتها واحنا زي ما انت قلت كده بالظبط قاعدين عواطليه، لكن اوقات بنسرق شويه قضايا من الاقسام التانيه. والواد سيجي مستغرب اللي بيقوله، وقال له تعالى بقى اعرفك على بقيه اعضاء الفريق. وقال له هعرفك عليا الاول، انا اسمي كيرون واسم الشهره بتاعي البوس، اما ده بقى يا سيدي هو القناص بتاعنا، وبنقول له يا سنايبر وهو من الاقزام. بيرد عليه وبيقول له ما تقوليش الاسم المهزأ ده ارجوك، وكان مش طايق الواد ولا البوس ولا نفسه حتى. قال له اما ده بقى اسمه كوجاكو، وعايزك تفتكر الواد ده كويس يا صاحبي. وكان مش حابب اسم الشهره بتاعه عشان كانوا بيقولوا له انالايز، وقال له ان الراجل ده لو اي حاجه وقفت قدامك اساله وهو هيجاوبك. فرد عليهم كوجاكو وقال له حاول تعرف لوحدك قبل ما تجيلي. وخده بقى وراح على اكاني، ودي كانت لطيفه وقالت له لو عايز تقول لي ساموراي قول لي عادي، ومع انها طيبه بس في الاول وفي الاخر مصاص الدماء. وطلعته في البخت بقى بيل، وقالت له انا الشهره بتاعتي نينجا، لكن قال لها مش شايفه انك لسه صغيره حبتين؟ قالت له يا عم مش بالسن، وانا اقدم منك وعندي خبره اكتر منك. وبكل براءه في الدنيا بتطلع الواد حمار ومش فاهم اي حاجه، وبتقول له انها كمان متخصصه في الدرون، وعملت له بيه حفله استقبال كمان. وبيقول له اخيرا بقى ده المعلم شيوري، ده احنا بنحب نقول له يا كاريزما. قال له اياك تقول لي الاسم ده وما تسالنيش اسئله كتير عشان بتخنق بسرعه. اما البوس بقى قال له انت اسم الشهره بتاعك هيكون روكي، وقال للشيوري خده بقى عشان عندنا قضيه. لكن الواد متنح ومش فاهم العبط اللي هو عايش فيه ده، خدوه وراحوا على جريمه قتل. ودي كانت اول مره لسيجي يخش مسرح جريمه. ولما سالوا على الضحيه قال له انه اسمه هيوجو وكان سياسي، لكن خسر الانتخابات اللي فاتت وبقى شخص عادي. فقال له شيوري بس شكله كان عايز يرجع سياسي تاني. ولما استغرب قال له ما قدامك ضرومه بعين واحده اهو، ولو ما كانش عايز يرجع سياسي كان ايه لازمتها؟ وكان سبب الوفاه طعنه في القلب، وما كانش واضح انه انتحار. وسيجي قال له ان اول واحد شاف الجثه دي كان السكرتير بتاعه، وقال له شيوري يا ريت يكون السكرتير هو اللي قتله، هتكون القضيه اسهل. وفجاه جاله مكالمه كان ان في 3 حالات قتل تاني، وكانت اللي بتكلمه بيل، وقالت له ان كلهم سياسيين برضه. قال لها انا جاي عشان شكل الكلام هيحلو. وفعلا بيتجمعوا اعضاء الاسم كلهم، وبتقول لهم بيل ان اول ضحيه اللي انتوا كنتوا عندها، اما تاني واحده اسمها هاروكا ودي سياسيه برضه ماتت بطعنه في القلب هي كمان، وتالت واحد معانا كنتارو ومات برضه بنفس الطريقه، والاخير اسمه تورو. ومفيش اي اختلاف بين الجرائم الاربعه. ولما شوري بيسالها طب مفيش اي حاجه مشتركه بينهم، بتقول له انها لسه بتدور، وكان الحل انهم يتفرقوا وكل واحد فيهم يحاول يلاقي دليل يربطهم ببعض. ولما وصل تقرير الطب الشرعي عرف انه السلاح المستخدم كان واحد، وحتى لما سالوا الناس القريبه منهم عن حجج الغياب كانت منطقيه، وكل المعلومات بتقول ان مفيش اي حاجه بينهم مشتركه الا انهم كلهم على صفحه على النت، وكانت تحت مسمى سياسيين اتمنى انهم يموتوا. وشيوري هيتجنن وبيقول له يعني المفروض اننا نعتمد على صفحه مش عارفين الكلام اللي فيها حقيقي ولا لا اساسا. وطلب منهم شيوري انهم يكملوا بحث ورا الصفحه دي يمكن يوصلوا لحاجه. وبعد بحث كتير قالت لهم بيل انها صفحه وهميه، وده بسبب ان التعليقات اللي عليها كلها من نفس الشخص، وان اي شخص عادي بيكتب عليها تعليق بيتمسح في ساعتها. وجالهم كوجاكو بالخبر المهم اخيرا، وقال لهم ان الكلام
الكلام اللي على الصفحه ده حقيقي ومش حقيقي في نفس الوقت، وبدا يشرح لهم ان كل حاجه مكتوبه دي هي مجرد اشارات، وكل اشاره منهم وراها افعال قذره كانوا بيعملوها السياسيين دول. وفعلا جابوا ميتسورو وهو عضو سابق في السلامه العامه وهو اللي بيدير الصفحه، وبالرغم ان شيوري شايف ان مش هو اللي قتل، لكن عارف انه خيط مهم يوصل بيه للشخص اللي عمل كده، وشكله فعلا جمع الخيوط ببعض وهيقدر يحلها. وفعلا دخل للراجل عشان يبدا التحقيق معاه، وقال له انا عارف انك ما قتلتش حد، لكن هتكلم معاك شويه وهخرج. وفعلا بدا يحكي له القصه وكانه عايش معاه الاحداث كلها. الراجل متفاجئ وبدا يتوتر، وقال له ان الاربعه دول شغالين مع السياسيين، وكمان استخدموا نفس السلاح عشان يبان ان اللي قتل واحد بس. الراجل اتوتر اكتر، ما بيكونش عارف يتصرف، وكان الحل الوحيد قدامه انه يعترف، وقال له انهم جوله وادوله فلوس وانه هيديله ادله على الكلام ده. وشيوري خد قرار انه لازم يتقبض عليهم كلهم في نفس الوقت، وفعلا كل واحد فيهم راح عشان يجيب واحد منهم، لكن شيوري مش قد كده في الجري، وبعت وراه سيجي عشان يجيب امه من قفاه. لكن لما سيجي وصل الواد بدا يهاجمه بسكينه، ولما طلب منه يسلم نفسه قال له اني في مهمه ولازم انضف العالم من السياسيين القذره، وجري على سيجي عشان يخلص عليه. ولما لحق نفسه ما فلتش منه وقدر يعوره، وقبل ما يخلص عليه اداله في وشه، واللي خد شرف الضربه الاخيره كان شيوري. وبكده تكون القضيه اتحلت، لكن لسه باقي اخر مرحله. وشيوري قال له اننا لازم نقول لاهالي الضحايا عن اللي حصل، وده لان اغلب الناس دي بتبان بالوش الطيب بس قدام اهلها، لكن مش كل القواضي بتتقفل من مره. ولو فاكرين قضيه سرقه الماسه من البنك اللي خلصت قدام عينينا، ومع ان المجرمين اتقبض عليهم كلهم، لكن الماسه لسه بره البنك ومحدش وصل لها. وبيكون كوجاكو بيحلم حلم غريب وشايف ان في حد بيتكلم مع شيوري وبيقول له ازاي اتخليت عنه، وبيقوم مفزوع. وفي الوقت ده بيمسك صوره جماعيه ليهم وبيبص لصوره شيوري وبيقول في يوم من الايام هعرف حقيقه موت اخويا. وافتكروا المشهد ده كويس جدا وهنفهم كل حاجه قدام. وفجاه بتجيله رساله على التليفون وبيكون وصل معلومات ان تم زرع قنابل في مبنى الشرطه كامل، وبتكون القنابل دي تحت شعار بي، ودي كانت قنابل بتدور عليها الشرطه من فتره طويله. وعدد القنابل اللي اتفجر بيها المبنى كانت 5، وشاكين كلهم ان اللي ورا ده كله هو 9. وبيكون الامن العام مش متفق معاهم، وكمان بيقول ان المعلومات اللي وصلت ليهم معلومات مش حقيقيه، لكن كوجاكو بيقول لهم استحاله، وان القنابل دي مختلفه عن اي قنابل، وانها بتعتمد على قوه اسمها السحر. وبيكون سيجي مش فاهم يعني ايه سحر، وبيقول له انها شويه قدرات عكس قوانين الفيزياء وخارقه للطبيعه. وبيقول له شوري انها مسموحه بين الحكومات، لكن وجودها في ايد شخص عادي مشكله كبيره. وبالرغم من معارضه الامن العام، لكن قرروا انهم يتدخلوا وينقذوا الموقف. وبيكونوا بيفكروا في المعلومات اللي وصلت بوجود 4 قنابل في مكاتب شينجاوا، وبيكونوا عايزين يخلوا المكان من الناس، لكن خايفين يكون موضوع القنابل ده مجرد اشاعه والامن العام يطرد ابوهم من البلد. لكن فعلا لقوا ال4 قنابل، وبتكون بيل بتصورهم بالدرون بتاعها اللي بيتكلم وبيطلع نار. وبتكون القنابل في اكتر اماكن حساسه في المبنى، من اول المبنى رقم 1 والمبنى المركزي لحد مبنى ناكاجاوا سيتي بلازا. وقالوا للبوس انهم كلموا فرقه ابطال القنابل، وكمان بداوا يدخلوا المبنى. وبيقول لهم البوس ان ده الحل الوحيد اللي قدامنا لحد ما فرقه ابطال القنابل توصل. وفي اقل من دقائق يوصل لهم اخبار سيئه، وان الامن العام وصل له رساله من جماعه ارهابيه، وقالوا ان في قنابل مزروعه في مبنى معين، واغلب خبراء القنابل هناك من الصبح. وحتى الفريق اللي كان جاي للقسم السابع اتعرض لحادثه ومحتاج اللي يلحقه. وطلع اللي ورا ده كله قناص ماهر، هو نفس اللي كان معاه الماسه قبل كده. وفعلا زي ما القسم بتاعنا قال ان 9 ورا كل حاجه، لكن بعد بحث قدرت بيل توصل لان القنابل دي مجرد فخ. ولما وصل سيجي وشيوري عشان يتاكدوا حسوا بحاجه غريبه، فجاه ظهرت تعويذات سحريه على الحيطان، ومش عندهم بس، ده كمان كانت في كل مكان مزروع فيه قنبله. ولما بيل حللت التعويذه اكتشفت انها لزياده القوه، وهي معموله عشان تحول قنابل الفخاخ دي لقنابل مدمره. ودي كانت صدمه كبيره ليهم كلهم. وفجاه الوقت جري بشكل غريب ووصل لنص ساعه بس، وفي الحاله دي لازم يتصرفوا بنفسهم وما يستنوش الدعم. وفعلا بداوا يجيبوا القنابل عشان يفككوها بنفسهم. وفعلا بيل بعتت لهم الادوات اللي المفروض يستخدموها، وبتكون بيل بتشرح لهم وبتتابع معاهم التفكيك خطوه بخطوه. لكن فجاه اتخضت وكلهم ما بقوش فاهمين حاجه، وقالت لهم ان القنابل دي معموله بشكل مختلف عن الطبيعي، وانهم لازم يتفككوا كلهم مع بعض بتسلسل معين، ولو واحده فيهم سبقت واحده هيتفجروا كلهم. والوقت بيكون بيجري، واملهم في بيل انها توصل للترتيب الصحيح لتفكيكهم. ووقت ما كانوا هيموتوا من التوتر كلهم، كان بوس قاعد بيتريق على مدير الامن العام وبيقول له شفت عشان مش بتسمع كلامي حصل فيك ايه. وبصراحه بدات اتاكد ان الراجل ده مجنون رسمي. اما باقي اعضاء الفريق كلهم مش عارفين يعملوا ايه، ومفيش اي ادله على الطريقه الصحيحه لتفكيكهم. اما شيوري فحاسس ان في حاجه غلط بتحصل، وكان الحل الوحيد قدامهم انهم يضحوا بالمباني والوظيفه ويهربوا قبل الانفجار. لكن سيجي كان عنده راي تاني، وقال لهم ان وظيفه ضباط الشرطه انهم يحموا الناس لاخر نفس. وفعلا بداوا انهم يكملوا تفكير، وحاولوا يحطوا نفسهم مكان شخص مجرم ومجنون زرع قنبله، وفكروا فيها بطريقه التفكير
التفكير بتاعت ناين، وقالوا انه اكيد عايز يعمل اكبر خسائر وتدمير جبار. وفعلا طلب سيجي من بيل انها تعمل عمليه حسابيه للاربع قنابل ازاي يحققوا اكبر خسائر، وفعلا بداوا انهم يفككوا القنابل حسب الترتيب اللي طلع من العمليه الحسابيه، وباعجوبه بيفككوا فعلا اول قنبله. لكن بعدها بدا العد التنازلي تزيد سرعته. في الوقت ده كانت العصابه مستمتعه على الاخر باللي بيحصل فيهم، وبينهم وبين الدمار قنبله واحده بس، ولو قدروا يفككوها هينجوا، ولو ما قدروش فالدمار ما فيش مفر منه. والشيوري بيعافر وبيسابق الزمن عشان يلحق، وسيجي مصمم انه يفضل موجود لاخر لحظه. وخلاص شيوري مش قادر انه يطلع سلمه واحده كمان، وكان الحل الاول والاخير في ايد سيجي، وطلب من بيل انها تقول له يعمل ايه وهو هيتصرف. وفعلا بدات تقول له يعمل ايه، واول سلك كان السلك الاصفر. كان بعد ما قطعه حس انه خايف يكمل، وباعجوبه شيوري كان وصل وقال له كمل عشان لو غلط مش هشغلك ظابط تاني. وفعلا بدا انه يقطع الاسلاك، وقبل 18 ثانيه من الكارثه بيلحق ينقذ الموقف. وفي الوقت ده زعيم العصابه كان هيكسر دماغ المساعد بتاعه، لكن قال له يا عم اصبر عليا العرض لسه ما خلصش، وان قوه ناين اجدع من اي قنبله هنصنعها. وفعلا بيفعل قوه التعويذه كامله، واعضاء القسم كلهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل، لكن حصل غير المتوقع. وسيجي بيحاول انه يتصدى للقوه الجباره بتاع التعويذه، وشيوري بيحاول يفكر يتصرف ازاي، وبدا انه يضرب بالمسدس بتاعه حوالين التعويذه. والطلقه الاخيره كانت طوق النجاه. وسيجي كان ارهق تماما، لكن كل اللي كان همه ان ما يكونش غلطته هو السبب في كل ده. وبيكون مساعد رئيس العصابه بيتكلم معاه وبيقول له سامحني انا غلطت المره دي، لكن لسه ما خلصتش كل اللي عندي، واللي جاي هيكون اشد. وفي وقت ما كانوا افراد القسم بيحتفلوا، كوجاكو نظراته كانت غريبه للشيوري وشكله حطه في دماغه. وبنروح مع كوجاكو اللي كان قاعد في الحانه، وبتجيله بنت بتقول له ما كنتش اعرف انك مهتم بعلم النفس. قال لها مش دي الفكره، لكن بعتبره سلاح. وقال لها شكرا على القضيه بيه. قالت له انا شكرا انك صدقتني واديتني فلوس كمان. قال لها خلينا في المهم. فطلعت صوره سيجي وقالت له ان ماضيه نضيف تماما، وان ابوه وامه ماتوا وهم صغيرين، وانه من ساعه حادثه المطار كل اللي كان بيحاول يعمله انه يبقى ظابط. قال لها طب والموضوع الاخير بقى؟ قالت له ان السوق السوداء في الاسلحه اليومين دول مش احسن حاجه، وكلهم شغالين في بيع الاسلحه الغير قانونيه وبيطلعوها كلها بره البلد، وان الكميه دي كفايه تعمل حرب في طوكيو. وبنروح مع اعضاء القسم في قضيه جديده، وان كان في سياره ولعت لوحدها والراجل سايقها، والراجل صاحب العربيه عنده شويه حروق، لكن ابنه فقد الوعي بسبب الحروق الشديده. ولما شيوري لاحظ ان سيجي اتعصب قال له ما تخليش العاطفه تتحكم فيك، وان 90% ان اللي حصل ده مش حادثه، لان من 3 ايام بالظبط الراجل عمل تامين على حياه ابنه بقيمه 100 مليون ين، ان المستفيد الوحيد في الليله دي كلها هو الاب، وان من سنتين فقد 2 من ولاده في حادثه برضه. وسيجي قال له يعني دي ما تعتبرش حوادث؟ قال له ده بقى عليك انت وانت اللي هتعرفه. وقال له انت مش جاي معايا ولا ايه؟ قال له انا عندي عذر طبي فروح مع كوجاكو. وفعلا راحوا مع بعض عشان يبداوا يستجوبوا الراجل، لكن طلعت لعبه من البوس، وده عشان يشوفوا الاتنين هينفعوا مع بعض ولا لا. وبيل كانت خايفه عليه من طريقه كوجاكو الشديده، لكن شيوري قال لها ما تقلقيش هيكون بخير. وبنروح لسيجي اللي كان بيسال كوجاكو رايحين فين، وقال له انهم رايحين عشان يستجوبوا الراجل صاحب توكيل السيارات. ولما وصلوا بداوا يسالوا الراجل عن علاقته بصاحب العربيه، وقال لهم انه لما راح البيت مع صاحب شركه التامين كان مستغرب مبلغ التامين جدا، والراجل كان بيتكلم بطريقه غريبه وانفعال مش منطقي، وقال ان في ناس بتسعى ورا عيلته. وبعدها طلعوا على طول على شركه التامين، لكن ما كانش فيه اي حاجه مفيده. وكوجاكو وهم في الطريق قال له ان لو الراجل ده عنده جنون الشك فالموضوع هيكون طبيعي. ولما سيجي جه يتكلم قال له بطل رغي بقى عشان اركز وانا سايق. ولما بيوصلوا لبيت الراجل ما بيكونش عايز يدخلهم، لكن سيجي قال له يا عم بنقول لك هنتكلم بس مش هنخطفك يعني. وفي الاخر وافق يتكلم معاهم، وقال لهم ان الفلوس اللي اخدتها وقت ولادي من 2 سنين ما خلونيش احس اني بخير، ولو كنوز الدنيا كلها مش هتعوضني عن عيالي. ولما سالوه ليه امن على حياه ابنه قال لهم عشان بالنسبه لي الواد ده كان اهم حاجه في الدنيا. ولما سالوه عن مراته قال لهم انها سايباه من وقت طويل، ومحدش فيهم عارف هو بيقول الحقيقه ولا بيكذب. ولما نزلوا فضلوا يتكلموا ومش عارفين هو بيقول الحقيقه ولا لا. فسيجي بيقول له يا ريت شيوري كان معانا نخلص الحوار ده كله. فبيرد عليه كوجاكو هو بيقول له انت هتفضل معتمد عليه لحد امتى؟ فقال له مش دي الفكره، بس هو عقله خارق بصراحه. رد عليه وقال له ما ده بقى الغريب، وانه ضعيف ومش بيعرف يضرب نار حتى، ومش ماشي مع عقله الجبار ده. وبيكون سيجي مستغرب زيه فعلا ازاي بقى ظابط اساسا، لكن كوجاكو قال له اهم حاجه ما تثقش فيه لانه ممكن يضحي بيك عشان ينقذ نفسه عادي. ولما سيجي استغرب كوجاكو قال له اعتبرني ما قلتش اي حاجه ويلا بينا نروح على المستشفى. وفي الوقت ده كانت بيل اكتشفت ان اللي حصل كان ناتج عن تفجير مش مجرد حادثه. وبيكون كوجاكو رايح يسال الدكاتره لو كان في اي عمليات ضرب او اي حاجه غريبه، لكن سيجي قال له انا حاسس ان الراجل ده بريء. قال له ان اي حد ممكن يكون المجرم ومش بنقرر بالاحساس، وان الطريقه الوحيده اللي نعرف بيها هي وجود ادله. وقال له روح انت شوف الواد وركز لو في اي حاجه غريبه، وانا هروح اشوف الدكاتره واتكلم معاهم. ولما دخل الواد الاوضه بتاعته كان ما فيهوش حته سليمه، وقال له ما تقلقش مش هرتاح لحد ما الاقي اللي عمل فيك كده. وفجاه سمع صوت غريب، ولما ركز معاه لقى قنبله تحت السرير، وفي ثواني كان واخد الواد
ناطط بيه من شباك المستشفى، ولكن لما طلع منها كان شخص سليم وزي القرد. ولما راح لكوجاكو قال له انه فخور بيه وانه اتصرف صح وان الواد دلوقتي في امان، وانتقل لاوضه تانية. وفجاه جاله رساله وكان فيها ان العيال الاتنين اللي ماتوا زمان مش ولاد الراجل اصلا. ولما راحوا يصرحوه فضل ينكر لحد ما كوجاكو اتعصب عليه وقال له ما كنتش قاصد اخبي عليكم. ولما سيجي ساله انت اللي قتلتهم قال له يا عم ما قتلتش حد. قال له خلاص هصدقك. اما كوجاكو قال له اننا لقينا في العربيه جهاز تفجير وانت المتهم الوحيد اللي قدامنا دلوقتي، وكده كده هنستجوبك. ولما سالوا عن ابنه اللي في المستشفى هل هو ابنه ولا لا الراجل سكت. ولما رجعوا المقر بتاع القسم كانوا كلهم متفقين ان الراجل هو اللي عملها. اما سيجي فكان شايف ان الراجل بريء، وبناء على كلامه فضلوا يشوفوا اي حاجه تحاول تبين لهم اي حاجه، لكن ما فيش اي حاجه بيوصلوا لها. لكن سيجي بيقول لهم القنبله هي الخيط اللي هنوصل بيه للحقيقه. فشيوري بيقول له انت لو دورت على النت هتعرف تجيب طريقه عمل القنبله عادي. وفعلا بيل بيقول لهم ان اللي عامل الجهاز مش مجرد هاوي، لان الجهاز معقد ومحتاج خبير كمان. وسيجي ما صدق مسك في الكلمه وقال لها يعني زي القضيه بيه، وفي الوقت ده كان لازم حد يتصرف. وفعلا كوجاكو راح المستشفى، وفي اخر لحظه لحق الدكتور اللي كان بيحط المتفجرات. ولما رجع كان اهم حاجه يعرفوا مين اللي حط المتفجرات في العربيه، وبيكون كوجاكو جمع بيانات تصنيع العربيه كلها. ولما بيل كشفت على البيانات قالت ان الجهاز ده اتحط بعد ما العربيه اتباعت، وكان الشك الوحيد في صاحب توكيل العربيات. ولما فحصوا الكاميرات لقوا ان تسليم العربيه خد حوالي 3 ساعات، وهو بكتيره محتاج 20 دقيقه. وفعلا بداوا يفحصوا تاريخ الراجل كله، ورجعوا ايام ما كان مساعد دكتور في الجامعه، واكتشفوا انه كان عامل مصيبه وانه عمل تجارب على بنت سبب ليها اصابات شديده. ولما كملوا بحث اكتشفوا انه ما كانش بيروح الشغل الايام اللي حصل فيها التفجيرات الارهابيه بتاعت 9. لا ده كمان نتيجه فحص القنابل طلعت، وكانت هي نفس القنابل. وبتقول لهم اكاني بس غريب انه عمال يخلص على طفل. لكن شيوري حس ان الحركات القذره دي ما تطلعش الا من 9، وبقرار من البوس انهم لازم يوقفوهم. اما الدكتور ده كان مجنون تماما، ووقت لما اتقبض عليه هجم على كوجاكو وفضل يقول ان التنانين راجعه وان اي حاجه هيطلبوها هنقدمها ليهم والعالم هيكون بتاعهم. لكن كوجاكو عمل معاه الصح وزياده، وقبل ما يخلص عليه دخل سيجي وقال له ما تقتلهوش ارجوك، وانه مهما كان شخص قذر وقاتل ما ينفعش نحكم على الجرائم بنفسنا. قال له كوجاكو ان الزباله ده كده كده مصيره الاعدام فما فرقتش يعني. لكن سيجي قال له ان العداله لازم تاخد طريقتها. وبعد ما اقنعه ينزل سلاحه الدكتور ابن المجنونه ده كان ناوي يخلص عليهم وعلى نفسه، لكن ما يعرفش ان سيجي غشيم تقريبا. وبعد ده كله بيروح كوجاكو للبنت اللي بتجيب له المعلومات، وبتقول له انا هديك معلومات زيها زي السلاح بالظبط، ولو استخدمتها صح هتحميك، ولو استخدمتها غلط هتجيب اجلك. وكانت معلومات عن جريمه كبيره بيخطط ليها الناين، وشكلهم ناويين على دمار زي اللي حصل من 9 سنين بالظبط. وبنروح لزعيم العصابه وبيكون قاعد بيتكلم مع نفسه بصوت عالي ومندمج على الاخر، وعمال يقول ان السحر ده المعجزه الاخيره الباقيه في العالم، وان الحكومات سيطرت عليه وممنوع حد يستخدمه غيرهم، وكل الناس دي اتحرمت من ان هي تستخدم السحر وتستمتع بيه، وكل اللي يعوز يستخدمه لازم يسرقه عشان يعرف. وفضل يرش باللون الاحمر ويقول خلونا نغرق بالدم، وفضل يصرخ بعلو صوته انضموا للناين انضموا للناين لان هو ده المستقبل. وبيكون المساعد بتاعه بيساله هل تتوقع الهجوم ده هيفلح ولا زي اللي قبله؟ قال له مالكش دعوه انت، انا مستشار الارهابيين وعارف بعمل ايه، وسيبني بقى عشان احضر خطاب تاني قبل ما المتعه تبدا. ولما سالوا في كام واحد هيموت بص لرسمه التنين وقال له عايز اتمتع بالروح اللازمه للاجواء اللي احنا فيها. بنروح لسيجي والشيوري وكانوا في مول كبير وبيتكلموا مع بعض عن اخر قواضي. سالوا سيجي هو حوار السحر ده بيتكرر كتير؟ قالوا المفروض السحر ما يظهرش غير في الاماكن اللي الحكومه مسيطره عليها. وقال له صحيح يا سيجي انت تعرف ايه عن السحر؟ قال له يا عم وانا اعرف منين اي حاجه عن السحر؟ فقال له ان السحر ده هو التكنولوجيا عند التنانين، وان يتعدوا على الصوابع اللي يعرفوا يستخدموا السحر اساسا، لكن بيعملوا بيه حاجات كتير قوي، دمار وحاجات تتحدى قوانين الفيزياء، وحتى وشوشهم المستفزه دي ممكن يخلوها ما تكبرش في السن بالسحر. قال له على كده بقى بيقبضوا على اللي بيعرف يستخدم السحر؟ قال له اكيد لانهم بيبقى عندهم قوه مش طبيعيه. فالواد اتوتر كده وقال له امال بيل دي نظامها ايه بالظبط؟ قال له ان البوس واصي قانوني عليها، وفي ثواني كانت متصله بيهم وبتقول لهم ما تجيبوش سيرتي وكملوا شغلكم، وبيكون مطلوب منهم يدوروا على اثار السحر، لكن مش عارفين يعملوا ده ازاي ولا يبداوا منين حتى. وشيوري قال لسيجي بالراحه على نفسك واعتبرنا بنتفسح، وساب سيجي واختفى وراح ياكل وروق على نفسه على الاخر. لكن اكاني وبيل كلموه وقالوا له يا رب طعم البرجر اللي بتطفحه يبقى عاجبك. وطلعت طيارات بيل دي بتدخل اماكن محدش يتوقعها بصراحه، ده حتى جرامبس القناص واقف يتفرج عليه. اما سيجي كان واقف مع كوجاكو وكان بيقول لسيجي ان الامن العام بيدور على ادله تحت، ولو حاولت تقف في طريقهم هيطيروا رقبتك. فسيجي قال له على ايه يا عم الطيب احسن. وقبل ما يمشي قال له عايز اسالك سؤال، هو انت ليه مش بتثق في شيوري مع ان من التعامل معاه
حاسس ان هو مش من النوع الغدار. قال له انت حر في رايك، لكن انا مش شايف غير كده. ولما بنروح جراج المول الكبير ده بيكون فعلا في شويه رجاله وصلت للواد مساعد الزعيم، لكن كان عامل حسابه وزياده. وبيكون سيجي قاعد بيتحايل على شيوري يقول له اسمه بالكامل، لكن بيقول له يا عم ابعد عن دماغ امي، انا مش ناقصك. ولما بيل بتكلمهم عشان تهزقهم انهم ما بيشتغلوش، فجاه المكالمه بتقطع وبيكون في تشويش في الارسال وبيحصل انفجار، وبيظهر مجموعه من المسلحين وبيقولوا للناس ركزوا معانا واننا جزء من 9 وقررنا نحتفل مع بعض النهارده، ولو عملتوا اللي هنقول لكم عليه محدش هيتاذى. وسيجي كان لسه ناوي يتهور كالعاده، لكن شيوري قال له اهمت بقى شويه وان مش من مصلحتنا نعمل اي قلق دلوقتي. واول ما الكاميرا بعدت عنهم خدوا وجري على الحمام عشان يبعدوا عن المراقبه، وفضلوا يفكروا هيعملوا ايه. وسيجي مصمم يتهور بنفس دماغه اللي مش هتتغير ابدا، لكن شيوري عمال يهدي فيه ويقول له خلينا نفكر بعقل. وفجأة سمع صوته وكتم بق سيجي لأن واحد من العصابة دخل، لكن الراجل للأسف كان سمعهم بالفعل. ولما كسر عليهم الباب سيجي نط عليه وجاب أمه على الأرض، وبعدها مسكوا إيد الواد وفتحوا بيها التليفون بتاعه، وفعلا قدر يوصل لجروب بيتواصلوا عليه كلهم، وعرف إن الواد ده اسمه وايفرن. وسأل سيجي وقال له على كده بقى بتعرف تمثل ولا لأ؟ والتاني فرحان ولا كأنه هيمثل في مسلسلات رمضان. لكن لما شيوري حس إنه حمار قرر يعمل هو دور وايفرن، وبكده يكونوا كسبوا شوية وقت. وقال لسيجي ان المطلوب انهم ما يقتلوش الرهاين وما ينفذوش خطتهم، وكان الحل الوحيد ان سيجي يبقى واحد منهم، وده كان فيلم رعب بالنسبه له، لكن ما فيش اي حلول تاني. والواد بيكون مرعوب وبيقول لشيوري تفتكر الحوار ده هينفع؟ قال له مش عارف بصراحه، دينا بنجرب، واهم حاجه تفتكر ان اسمك وايفرن. وواحد من العصابه بيقول له انه يروح مكان معين لان عددهم فيه قليل. ولما عدى على شيوري في الحمام قال له خدني معاك اتفسح شويه، وقرر انه يعمل انه رهينه عشان يعرف يتحرك معاه. لكن الواد عاش الدور حبتين واداله رجل جاب امه على الارض. وبنروح مع كوجاكو اللي كان لوحده في الجراج، وقرر انه يشوف المسلحين دول واقفين بيحموا ايه بالظبط. واول ما لفت انتباههم بدا يضرب عليهم نار، لكن مساعد زعيم العصابه موجود وشكله مش هيسمي عليه. اما بيل بتحاول تشوف اللي بيحصل بالدرون، لكن التشويش مانعها تتحكم في اي حاجه، وحتى عدد العصابه مش قادرين يحددوه. وبيقول لهم البوس ان حتى الامن العام مش عارف يتصرف، وبما ان هم اعلنوا انهم 9 فلازم نتحرك ونسيطر على الموقف. وقرر انه يبعت اعضاء القسم كلهم جوه. بنروح لسيجي اللي بيحاول ياخد اسلحه قويه زي الناس اللي في الدور الاول، لكن الولد اللي تبع العصابه بيقول له اجمد كده وان المتفجرات ليهم هم بس، وكده كده هنتصرف وهنفجر المكان كله ونعيد امجاد هجوم المطار. لكن سيجي صايع وعمال يلعبه وقدر يعرف منه وقت التفجير كمان، وكان باقي 8 ساعات بالظبط على بدايه الهجوم الكامل. لكن شيوري لاحظ اهتمام الواد بتاع العصابه بالقطط، وافتكر الستيكر اللي كان بعته في الشات كمان، وفضل يقول لهم ارجوكوا سيبوني، انا قطتي لو ما جبتلهاش اكل هتموت. وفعلا الواد قرب منه وساله عن القط بتاعه، وشيوري طلع ورقه من جيبه وقال له لو انت فضلت عايش بعد الهجوم روح اطمن على القطه بتاعتي. وتحسه بيشحت. واول ما بص في الورقه بيهجم عليه سيجي، ولما واحد من العصابه كان هيضرب عليهم نار كانت اكاني وصلت في الوقت المناسب. ده كمان ما جاتش لوحدها، وبيكونوا كلهم اجتمعوا وناقصهم كوجاكو واللي كان في الجراج ومصاب اصابات خطيره ومحتاج اللي يلحقه. ولما بيركز في ملامح الواد اللي بيساعد الزعيم بيفتكر الصور اللي كان بيبص لها، وبيكتشف ان الواد ده اخوه. بنروح لاعضاء الفريق وبيكون شيوري مشايل سيجي العيال على كتفه عشان يروح يخبيهم، وبيبدا يفكر هيعملوا ايه وهيوصلوا لكوجاكو ازاي. وبنروح مع 2 بيتكلموا عن حاجات غريبه وخطط وكلام كبير ملهوش اول من اخر، وبيقولوا انه استحاله القسم السابع يقدر يتصرف. بنروح لسيجي وكل اللي شاغل دماغه كوجاكو كويس ولا لا، لكن شيوري قال له الموجود اهم من الغايب دلوقتي. وفي الوقت ده بيفتكر كلام كوجاكو على شيوري. اما بقى كلهم بيدوروا على اي حاجه يستغلوها. شيوري بيقول لهم ان كل اللي اعرفه ان اغلب العصابه عيال مبتدئه، لكن جرامبس قال له حتى لو ممكن يضربوا علينا نار عادي. قال له عندك حق، ولكن برضه هيكون عندهم مشاكل لو ضربنا احنا عليهم نار. وبيكونوا مش فاهمين ايه اللي يخلي عيال زي دي تجري ورا شويه علامات وحاجات غريبه، وبيبداوا يشوفوا في كام واحد منهم في المبنى ومتقسمين ازاي عشان يقدروا يتصرفوا. لكن بيكون الحل انهم لازم يخلصوا عليهم كلهم مره واحده. وبيكون شيوري مستهتر كالعاده، وكلهم بينتقدوه بيقولوا له انت لو عيل صغير هتبقى مسؤول اكتر من كده. لكن بيسكت ثواني وبيفكر وبيطلع بالحل، وبيقول لبيل واكاني انهم يهجموا على الدور الثالث. اما بقى جرامبس هيقوم بالدور الثاني لوحده، وشيوري ما بيعرفش اصلا يضرب نار، لكن ما فيش قدامه حل غير انه يحاول يتصرف. اما سيجي ابن الفقريه مسؤول لوحده عن الدور الاول، وشيوري قال له ان في 3 حقائق صعبه في الموقف ده، ان بالمعدل بتاعنا ده وارد كل الرهاين تتقتل، وتاني حاجه اننا الوحيدين اللي لازم نتصرف، وتالت حاجه اننا هنتحمل مسؤوليه حمايه الناس دي، وما تركزش بس على انك تقتل العصابه بسبب كرهك ليهم، وان احنا ضباط شرطه وهدفنا حمايه الناس مش القتل زي المجرمين. وقال له خليك فاكر دايما اننا بنضرب النار
للحمايه مش للقتل. لكن الواد سيجي مش عارف يعمل ايه بالظبط، وحاسس انهم كلهم مجانين، وكل ما حد فيهم يطمنه يحس ان كلهم محتاجين عقول جديده بدل عقولهم اللي باظت. لكن ما كانش قدامه حل غير انه يوافق. وكان الوقت اللي اتفقوا عليه للهجوم هو الساعه 4 بالدقيقه، وكل واحد فيهم خد مكانه ومستنيين اللحظه اللي هيبداوا فيها. وفعلا في ثانيه واحده كلهم بدأوا الهجوم مع بعض، واهم حاجه عندهم انهم يوقفوا الهجوم مش يقتلوا الناس. اما سيجي قالك ما بدهاش بقى ونط من فوق، واللي كان بيشوفه قدامه بيمرجحه، وبيكون واحد من العصابه خايف يتحرك من مكانه. لكن كل اللي بيجي في دماغه كلام زعيم العصابه، وانه قال له انه تم اختيارك بين كل الناس، وضحك عليه بشويه سحر علاجي. وفي الوقت ده الواد قتل كل الخوف اللي جواه وطلع يزعق ويضرب نار زي المجنون. لكن جرامبس قام معاه بالواجب وزياده، وشيوري مش عارف ينشن على الواد، لكن لحق نفسه في اخر لحظه، وكاني عماله تجري وتنط والعيال مش عارفين يلمسوها حتى. ده حتى بيل طلعت مش سهله ونينجا بجد. وسيجي التوتر والتعب خلاص هيخلصوا عليه، وفجاه لقى واد نزل بالمضرب على دماغه. ولما لحق نفسه الواد بدأ يتعصب، هو بيقول له انتوا بتقفوا قدامنا ليه؟ سيبونا ننفذ المطلوب ونعيش حياة أبدية. وفعلا شيوري بيجي يلحقه في آخر لحظة، وفعلا بيكونوا قدروا يسيطروا على الموقف كامل. وبيروح سيجي يطمن على الرهاين كلهم، وشيوري بيطلب من أكاني وبيل يطلعوا الرهاين للشرطة. لكن فجأة الأنوار كلها بتتقفل والتعويذة بتتفعل وبيخرج منها دخان غريب، وأفراد العصابة كلهم بيبدأ يحصل ليهم حاجات غريبة، وبيكونوا مش فاهمين اللي بيحصل، وعمالين يقولوا إننا مختارين، ليه بيحصل معانا كده؟ وبيكون زعيم العصابة قاعد ومتحكم في كل حاجه، وكانه بيتواصل مع عقول افراد العصابه، وبيقول لهم انا اسف اني ما وضحتلكوش، انتوا مختارين عشان تكونوا التضحيه، وبما ان عددكم قليل ممكن يكون كفايه اننا نعمل تنين صغير. وبتكون التعويذه بتكبر وبتكون اشد بشكل مرعب، وفجاه بيبدا يظهر فيها كائن غريب، وشوري مش فاهم اللي بيحصل. اما سيجي فحاسس انه في حلم مش حقيقه، وبيبداوا كلهم يضربوا عليه نار من كل اتجاه، لكن الوحش مش بيتاثر وكانه مضاد للرصاص. وفجاه البوس بيتواصل معاهم من الطياره بتاعت بيل، وبيقول لهم استخبوا كلكم قبل ما يطلع لهب قوي جدا. ولما بيجروا بيحصل انفجار ضخم، وبيروح لشيوري وبيقول له ما تقلقوش، وانه هياخد وقت على ما يشحن نفس الانفجار ده تاني. ولما بيسالوا البوس عن نقطه ضعف الوحش ده بيقول لهم ان نقطه ضعفه هي الحاجات اللي بتلمع، وكمان ان عنده حاجه شبه الحجر حوالين رقبته، ولو قدرتوا تصوبوا عليه هتخلصوا عليه نهائيا. لكن بما ان شيوري اخر مره صوب فيها كان بعد 10 محاولات بنسبه 90% هيموتوا كلهم، لكن ما كانش في حل تاني. وفعلا بدأوا ينفذوا كلام البوس، وبطلقة واحدة جرامبس طير له عينه. لكن كالعادة شيوري فشل في التصويب، ولما شاف عيل صغير مصاب على الأرض شيوري طلع يجري عشان يلحقه، وكان التنين بيحضر لانفجار أقوى من اللي قبله. وسيجي جري على التنين عشان يلفت انتباهه، لكن الوحش قرر إنه يخلص عليه. ولما أكاني رمت له السيف بتاعها وقف بيه بكل شجاعة وتصدى للهجوم بتاع الوحش. ولما رموا قدام الوحش حاجة بتلمع لفتت انتباهه، وفي اللحظة دي هجم عليه سيجي بالسيف وصاب مركز قوة الوحش، لكن كانت الضربة مش كفاية. وشيوري قرر انه يروح ويجرب يصيب الهدف ولو مرة في حياته، وفعلا قدر انه يصيب الهدف بطريقة مش طبيعية، والوحش في ثواني اتحول لرماد واختفت التعويذة تماما. والبوس قال لهم ان الحمد لله انها جت على قد كده، وان الوحش ده لو كان اقوى شوية كان زمان البلد كلها راحت في داهية. وبعد ما خلصوا الليلة اللي مش هتتنسي دي راح شيوري عشان يشكر سيجي، لكن سأله عن اللي عمله وقت ما حصل هجوم عليه من التنين. لكن سيجي قال له والله انا متفاجئ زيك وما اعرفش انا ازاي عملت كده. فقال له مش مهم، المهم ان اليوم عدى على خير. وبعد ما اتجمعوا كلهم كوجاكو اخيرا ظهر، وكان كل اللي في دماغه هل سيجي فعلا عارف بموضوع اخوه ولا لا، وبيفضل يفكر وما بيكونش عارف اللي حصل ده حصل ازاي. وبنروح للبوس وهو قاعد في المكتب ومروق نفسه على الاخر، وقال لك بقى العيال كلها اجازه اقعد انا العب شويه. وفجاه دخل عليه سيجي خلاه يقطع الخلف، ولما دخل قال له امال فين الباقي؟ فقال له البوس انا قلت اديهم اجازه عشان تعبوا اليومين اللي فاتوا، وقال له بما انك فاضي وكنت ناوي تنزل شغل تعالى معايا نروح مشوار سريع مع بعض. لكن في الوقت ده بيكون كوجاكو لسه عايش في الذكريات، وبيفتكر الايام اللي عاشها مع اخوه لوكا، وانهم دايما كانوا متعهدين انهم يحموا العالم والبشر كلهم. وبيفتكر لما كان بيروح للوكا قسم الشرطه وبيقول له انا هعمل كل اللي اقدر عليه عشان ابقى زيك، وكان دايما بيحس ان اخوه هو مثله الاعلى في الحياه. وبيكون سيجي والبوس وصلوا المشوار اللي كان عايزه فيه، وبيكون المكان ده هو القبر بتاع لوكا. وبيقول لسيجي ان ده واحد من القسم بتاعنا المفروض انه مات وقت هجوم المطار، لكن لحد دلوقتي محدش لقى الجثه بتاعته. وكنت اتمنى فعلا انه يفضل عايش لانه كان من افضل وامهر الضباط اللي شفتهم، وكان فعلا شرف انه يمثل كلمه ضابط شرطه. وكان كوجاكو هناك وبيسمع كل كلمه بتتقال على اخوه. والبوس قال له انت كمان يا سيجي انا متاكد انك هتكون زيه، وده بشرط لو اتحكمت صح في القوه بتاعتك. فسيجي بيستغرب قال له البوس انت عندك قوه خفيه انت نفسك ما تعرفش عنها حاجه. وسيجي ما بيكونش فاهم الكلام اللي بيقوله الراجل ده، فقال له ان هيجي عليك يوم وهتفهم
وهتفهم كل حاجة، وفي الوقت ده انت اللي هتختار طريق الخير او طريق الشر. وقال له يلا بقى روح واستمتع بيوم اجازتك وريح عشان تقدر تركز في مهمتنا الجاية. وبنروح لأكاني اللي كانت واقفة بتعمل اكل وكانت مرهقة جدا وعمالة تتكلم عن القصص الخيالية وبتخرج نفسها من وجع دماغ الشغل. اما جرامبس مقعد بنته على ظهره وعمال يتمرن، وبنته بتقول له كفاية عضلات يا عم، هتروح فين تاني؟ وقوم استحمى وانضف بقى عشان تقريبا بقالك كتير ما استحمتش. ولما بيدخل بيكون واقف وباصص على نفسه في المراية وبيقول يا ريت قبل ما سني يكبر الاقي حد يجي مكاني عنده نفس المهارة بتاعتي. وبتقطع بنته حبل افكاره وبتقول له انجز يا عم، مش هنقعد طول اليوم في الحمام، وده هو يوم اللي بنقعد فيه مع بعض في الشهر. وبنروح بقى للصغيرة بتاعتنا وكانت عمالة تلعب وفرحانة على الاخر، وكلمتها اكاني وقالت لها ايه رايك نتعشى سوا النهارده ويختاروا مع بعض الاكل، وقالت لها بالليل هكون عندك. اما بقى الشيوري وصل مكان القبر بتاع لوكا، ولما قابل سيجي والبوس سالهم بتعملوا ايه هنا، فسيجي قال له انا ما عنديش حاجه خالص اعملها. ودي كانت تاني مره من ساعه ما فقدوا لوكا شيوري يجي المقابر، وعشان كده البوس دايما بيقول له ان قلبك زي الحجر. ولما سيجي ساله عن لوكا قال له انه كان ظابط بيدور على العداله في اي مكان، وانه كان طول العمر بيحاول يحمي الناس حتى لو هيضحي بنفسه، وانه كان شجاع اكتر مني وعرف يعمل اللي انا ما عملتوش. وطلب من سيجي انه يسيبه يتكلم مع البوس شويه. ولما مشي شيوري سأل البوس عن قوه سيجي، فقال له انه مش عارف الصراحه تفاصيل كتير. فشيوري قال له يعني هيكون كويس ولا لا؟ قال له بصراحه مش عارف، واللي عليا اني هراقبه. وبعد ما خلصوا راحوا لسيجي وقالوا له ان الفتره الجايه هتكون صعبه، وان استحاله يكون هجوم البنك والمول وبقية القضايا اللي حصلت الفترة اللي فاتت دي مجرد صدفة، وإن في حد ورا كل اللي بيحصل ده مش مجرد مبتدئين، وعشان كده لازم تكون مستعد عشان نخلص الليلة دي كلها. فقال لهم سيجي احنا مع بعض وكلنا مسؤولين عن حماية الناس. والبوس قال له أيوة هي دي الروح اللي أنا عايزها. أما جرامبس قضى اليوم كله مع أهله وراحوا كل واحد فيهم ياكل اللي بيحبه، حتى بيل كانت وصلت لأكاني عشان يخرجوا مع بعض، لكن كوجاكو كان قاعد مع البنت اللي بتجيب له المعلومات وبتقول له تعرف ليه أنا بحب أجمع المعلومات؟ عشان العالم بتاعنا عالم مخادع وكل فئة فينا فاكرة ان هي اللي بتحكم العالم، ولكن ده مجرد وهم. وبتقول له لو عايز تعرف الحقيقه انزل تحت. ولما بيمشي بتقول لنفسها خلينا نشوف هل الشر هيتملك منه ولا هيستسلم للخير. وفي الوقت ده اكاني وبيل كانوا قابلوا جرامبس بالصدفه، وكمان سيجي كان هيموت من الجوع، وشيوري قرر انه يعزمه على الاكل. ولما البوس فرح قال له انا قلت هعزم سيجي، انت لو هتيجي بقى يبقى تحاسب لنفسك. والراجل يا عيني كان شكله وحش على الاخر. اما كوجاكو كانت دماغه هتنفجر وطلع وقال لها استحاله اللي شفته ده يكون حقيقي. قالت له لو مش مصدقني روح اسال شيوري. والواد مش قادر يقتنع وبيقول لها ان الكلام ده لو حقيقي القسم السابع هينتهي بمعنى الكلمه. قالت له دي حقيقه. والعد التنازلي بدا وجه الوقت انك تختار، فكر كويس وخد القرار الصح. ولما سمع منها الكلمتين دول سابها ومشي. وبيكون كل اعضاء الفريق اتجمعوا بالصدفه في نفس المطعم، لكن اللي كان ناقصهم هو كوجاكو، لكن سيجي كان عزمه بالفعل. وفجاه وهما بياكلوا جه من ورا سيجي وفزعوا لما اتكلم. ولما قعد قرر البوس ادام كلهم موجودين النهارده ان هو اللي هيعزمهم، وكل واحد فيهم بدا يطلب اغلى حاجه في المنيو. وتقريبا كده البوس هيتجلط النهارده. لكن وقت ما كان الكل مبسوط عايز اخدكوا ونرجع بالزمن. ويوم هجوم المطار كان اللي انقذ سيجي هو لوكا اخو كوجاكو، وبعد ما اتصاب والنار كانت في كل مكان كان فقد الامل في ان حد يلحقه، وكانت اهم حاجه بالنسبه له ان الواد يكون خرج منها سليم. لكن فجأة دخل عليه وورلوك وقال له انا كنت بدور على حد عايش واخيرا لقيت الجايزة الكبيرة. وساعتها رفع لوك عليه السلاح وضربه بالنار، لكن الراجل ما اتخدش حتى وقال له اكيد انت متفاجئ، لكن هي دي قوة سحر التنانين. وبيقول له لكن بسببك انت والقسم بتاعك والشرطة ما قدرتش اجمع تضحيات كتير، لكن لما لقيتك لسه عايش قلت اكيد بوجودك الخسارة مش هتبقى كبيرة. وفجأة وورلوك عور نفسه واجبر لوكا ياخد نقطة من دمه، وقال له ان بعد النقطة دي هتكون حياتك اطول من الطبيعي، لكن هتروح في النوم شوية قبل ما كل حاجة تتغير. وفجأة فاق وكان مفزوع وعمال يقول له ارحمني وما تأذيش اخويا وشريكي، لكن وورلوك قال له ما تقلقش واني هستخدم السحر عشان انسيك وجع ضميرك ده. وبنروح لبيل واللي كانت جوه محل بتشتري حاجات تطور بيها الكمبيوتر بتاعها، وكانت محتاجة تعمل كده عشان تقدر تطور نظام البحث بتاعها للشغل. وكان معاها الدرون ومتصل بيه البوس، لكن كان بيدور على الارخص عشان هو اللي بيدفع في الاخر. ولما خرجت وقفها واحد وسألها عن مكان معين، ولما جت توصف له وصلت عربية وخطفوها، لكن قدرت انها تبعت رسالة طوارئ قبل ما يغمى عليها. وفي الوقت ده كان سيجي وشيوري قاعدين بياكلوا مع بعض، وسيجي عمال كل شويه يطلب اكل، فشيوري بيقول له يا عم ارحم امي، مش معنى اني عازمك تخلص فلوسي كلها. قال له اعذرني بقى انا لسه موظف جديد ومرتبي على القد. ولما ساله هو يعرف صاحبه المطعم منين، قال له انه قبض عليها مره زمان وان كان في عصابه بتستغلها في اعمالهم الاجراميه. لكن فجاه سمعوا صوت صريخ، ولما خرج كان في حرامي سرق من واحده شنطه، وفي ساعتها سيجي طلع يجري ورا الحرامي. اما شيوري صحته على قده وكبر على الكلام ده، ولسوء حظ المجرم كان سيجي اتعلق على عربيه النقل، ولما نط على الحرامي
رامي مسكه، لكن الشنطه وقعت في النهر، وتقريبا صاحبه الشنطه ما تعرفش كلمه شكرا وهزقت سيجي ومشيت. وفي الوقت ده بيجي لهم مكالمه وبيعرفوا ان بيل اتخطفت، واكاني بتكون قدرت تعرف انها اتخطفت في عربيه سودا من كاميرات المراقبه. وكوجاكو بيكون بيحاول انه يتتبع العربيه، وبيقول لها شيوري حد يروح القسم الرابع ويجمع معلومات عن عمليات الخطف اللي حصلت الفتره اللي فاتت، وبيطلب منها انه يكلم كوجاكو. واول ما بيرد عليه بيساله شيوري انت كويس ولا فيك ايه بالظبط، وانك بقالك فتره غريب. لكن كوجاكو بيكون مشغول بكلام البنت وبيقول له يا عم انا زي الفل، وانه بيتتبع العربيه وهي وقفت دلوقتي في شارع ونزل منها صندوق، لكن داخلين منطقه ما فيهاش كاميرات وافقد الرؤيه تماما. واول ما سيجي سمع اسم المكان اللي هم فيه قال له دي قريبه من هنا يلا نروح. والشيوري قال له انت حيوان ما تصرخش في ودن امي كده. اما البوس حابس نفسه في المكتب وعمال يفكر. بنروح بقى لبيل، وكان الدرون بتاعها المتكلم ده قدر يخرج من مكانه وراح فوقها عشان يلاقوا حل. ولما سالته احنا فين قال لها مش عارف، لكن بالتقدير كده احنا بعيد نص ساعه عن المكان اللي كنا فيه. وفجاه بيتفتح عليهم الباب وبيعملوا الاتنين نفسهم لسه ما فاقوش، لكن بيستغربوا ان الدبدوب ده رجع هنا تاني. والبوس بيحاول ينقذ الموقف وبيعمل انها لعبه بتتحرك عشان ما يشكوش ان بيل فائت. اما سيجي بيكون ماشي وعمال يسال زي المجنون اي حد يقابله لو شاف راجلين شايلين صندوق، لكن شيوري جه وقفه وقعده وقال له ما تبقاش متسرع، وان كده كده كوجاكو واكاني بيحاولوا يضيقوا لنا نطاق البحث بتاعنا. لكن سيجي مش مقتنع وبيقول له ارجوك سيبني اعمل اللي اقدر عليه دلوقتي، لاني لو ما عملتش كده هندم طول عمري. وفي الوقت ده شيوري بيبدا يفتكر لوكا وبدا يحس فعلا ان الاتنين شبه بعض في كل حاجه. وبعدها بيجيله مكالمه من اكاني وبتقول له ان بيل اتواصلت معاهم وبتوصف الاوضه اللي هي فيها، وكان مستغرب ان البنت دي قدرت تعمل كده. وقالت له ان هي بتقول ان بعد ما الشاحنه وقفت مشيوا على رجلهم حوالي 15 دقيقه، وان هدتنا شكل الاوضه. وكوجاكو هيعمل مخطط للمبنى ويبعت لهم المباني المحتمله في المكان ده، وفعلا بيبعت مخطط للمبنى. وبنروح لبيل اللي فضولها خلاها تبقى تموت وتعرف ايه اللي في الدولاب المقفول ده، ولما بتحاول تفتحه بتلاقي ليه باسورد، وبتطلع جهاز كانت مخبياه معاها، وبدات انها تحاول تفك التشفير بتاع الباسورد وفعلا قدرت تفتحه. وفجاه طلع ضوء غريب منها. وبنروح لاعداء القسم بتاعنا وبيكون جنبس عمل الصح مع رئيس القسم الرابع، وجاب منه ملف القضايا بتاع الخطف، ولقوا فيه قواضي الاساطير الحضاريه. والليله دي كلها قايمه على القلوب، وانك لو كلت قلب واحد من الاقزام هتفضل شاب طول عمرك. وبيكون كوجاكو وصل فعلا لمكان غرفه مشابهه للمواصفات، وكل ما يلاقي مكان مشابه يبعت ليه حد من افراد القسم، لكن لحد دلوقتي محدش لاقي اي اثر ليهم. وبعد ما لفوا على 30 مكان وصل لسيجي والشيوري مكان، وده يعتبر كان اخر امل ليهم. والشيوري خلاص جاب اخره، وسيجي مش مراعي انه خلاص عجز، وبتكون بيل نفسها يلحقوها. وفجاه بتحس بحركه غريبه في المكان اللي هي فيه، وبيكون شيوري وسيجي وصلوا، لكن فشل جديد كان مستنيهم وما لقوش اي حاجه. لكن استنى، شيوري حاسس بحاجه غريبه، وبيل ادركت ان الاوضه كلها بتتحرك. وشيوري قال لسيجي انا كده فهمت، وبيقول لسيجي اجري بسرعه على رصيف المينا. وبتكون بيل قاعده ومش عارفه تتصرف، وفجاه بيدخل عليها الحراس ودكتوره، وبتطلب الدكتوره انهم يخدروها. ولما الدكتوره بتشوف العقول كلها وقعت بتقول لها انت عارفه ده يساوي كام؟ فبتقول لها ايوه عارفه، وان الواحد بحوالي 20 مليون ين. ولما بتتعصب بتطلب منهم يخدروها، لكن الدرون بتاعها بيلطش الواد وبيلحقها، وبيخلي واحد من الاتنين يخدر صاحبه. ولما بيل بتيجي تخدر التاني بتمسك العلبة بالعكس، لكن الدرون بيلحقها تاني وبتجيب الواد متخدر على الأرض في ثواني. وبكده بيكون فاضل لها الدكتورة المجنونة دي، واللي كانت من الأقزام اللي أصلا المنوم ده ما بيحوقش فيهم. وقبل ما بتخلص على بيل بتفلت منها بأعجوبة، لكن كانت اتصابت إصابة جامدة في رجلها، وبتفضل تستفز فيها وبتحاول تكسب شوية وقت. وقبل ما تخلص عليها بيكون سيجي وصل، وبضربة واحدة بيجيب الدكتورة على الأرض. ولولا حظها كان زمانها في عالم تاني مع الأموات. ولكن سيجي بيشبه عليها، وشكلها هي الست اللي ما تربتش اللي انقذها من شويه. وبعد ما الفرح خلص شيوري وصل وقال لها يلا بقى عشان نوديك المستشفى. وبيكون البوس اتاثر من الضربه اللي خدها الدرون، وبيكون كوجاكو مش فاهم اي حاجه وحقه يستغرب. ما غريبه برضه شخص يكون بيتحكم بعقله في درون يا جدعان. بيكون شيوري قاعد بياكل في المطعم اللي بيروحوا، وبتجيله صاحبه المطعم وبتساله امال فين سيجي؟ فبيقول لها ما اعرفش هو كان من بقيه عيلتي. فبتقول له شبه بعض صح؟ وهو يقول لها لا، وبتطلع له صوره وبتقول له يا عم تنيل ده نسخه من لوكا. ولما بتسيبه وبتروح تشوف شغلها بيكون سيجي وصل اساسا، وبيقول له انت تعرف الراجل اللي في الصوره ده؟ وبياخد منه الصوره وبيقول له ده نفس الراجل اللي انقذني من 9 سنين. والشوري لما بيسمع الكلام ده بيتصدم. وبنروح لمقر القسم السابع، وبتكون بيل نزلت الشغل بالرغم من انها مصابه. فجاه بيوصل لهم نشره عاجله للشرطه كلها، وبيكون في عضو سابق من 9 اتقبض عليه في برلين، وقرروا انهم هيسلموه لليابان. وبنروح مع اعضاء القسم كله المطار، واللي كان بالنسبه ليهم كابوس. والمره دي معاهم الطفل اللي لوكا انقذه من نفس المكان ده. ولما بيروحوا بيدخلوا
المجرم اللي وصل اليابان من ساعات قليلة. ولما كلهم بيدخلوا شيوري بيقول له اقف على رجلك يا قذر، لكن المجرم بيقول له اكيد جايبين لي ليموزين، واحد زي ضيع عمره في خدمة الوطن. والكلام بيعصب شيوري وبيقول له ما تخلينيش اخلص عليك في مكانك يا حسالة البشر. وبيكون محدش فيهم طايق امه، وبيكون القسم السابع عامل كل اللي يقدر عليه عشان يأمنوا عملية الوصول. والبوس بيكون شايف ان هي نص ساعة بحد اقصى وتكون عملية الوصول تمت بنجاح. وبيكون المجرم عمال يحاول يستفزهم وبيقول لشيوري انا عايز اشكركم بجد، لان بسببكم الانفجار التاني فشل وانا اللي كنت مسؤول عن الانفجار ده، وبسبب فشل الانفجار انا دلوقتي عندي تهم اقل بكتير. وفي الوقت ده بيفتكر الوقت بتاع الانفجار وكان لوكا بيشكره، وده لانه عرف يتصرف ويلاقي مكان القنابل الباقية. وبيفتكر كمان لما ما كانش في حل عشان ينقذوا الرهاين، لكن لوكا في الوقت ده قرر انهم لازم يتصرفوا. وكمان سيجي بيفتكر لما حاول يسلم نفسه للراجل ده بدل الطفل التاني، لكن الراجل ضربه وقتها وخلاه يفقد الوعي. وبيقول له الراجل انت بقى جاي النهارده عشان تنتقم مني؟ قال له انا مجرد ضابط شرطة بحقق العدالة مش مصالح شخصية. وفجأة بيحصل عليهم هجوم من العصابة، وبتكون عربيات الحراسة بتحاول تأمن العربية اللي فيها المجرم، لكن العصابة عارفة هي بتعمل ايه كويس. وبيقربوا من العربية اللي فيها المجرم وبيحاولوا يوقفوها، لكن كوجاكو بذكاء بيعرف يفلت منهم. وفجأة بيلاقي عربيات نقل في وشه، وكان الحل الوحيد انهم ينطوا من الجسر وبعدها بينزلوا مصنع مهجور. وبيكونوا مستنيين اي حد يجي من القسم بتاعهم عشان ينقلوا البلوى اللي معاهم ده. وبيكون شيوري كل اللي عمال يتعاد في دماغه تفاصيل حادثة المطار واللي كان كل حاجة بيعملها هو ولوكا. حتى سيجي بيقول لأكاني انه فاكر كل حاجة حصلت الا حاجة واحدة بس، وانه شاف وورلوك وحس باحساس مؤلم بعدها لكن مش فاكر سببه، ودي كانت اخر حاجة حصلت قبل ما لوكا ينقذه. اما شيوري كان عايز يلحق لوكا بجد، لكن الشرطة هي اللي منعته، مش هو اللي اتخلى عنه زي ما كوجاكو فاكر. ولما بيل بتكلم شيوري بيكون مفيش شبكة وبيطلع بره عشان يكلمها، لكن كوجاكو هو اللي معاه جهاز التشويش وقصد يعمل كده عشان يسأل المجرم عن لوكا، وعمل عبيط في الاول ومش فاهم حاجة، لكن بعدها قال له انت قصدك الضابط البطل بتاع المطار مش كده؟ قال له اني عارفه وانه لما وقف قدامي في المطار ضربت عليه طلقات كتير. فلما كوجاكو بيتعصب قال له ما تتعصبش كده لانه ما ماتش، وان الطلقات كلها مش بتأثر فيه لكن بقى مجرد أداة قتل كل الولاء بتاعها لورلوك، واي حاجة بيقولها ليه بينفذها. وهنا كان كوجاكو جاب اخره وطلع سلاحه ورفعه في وش المجرم وبيقول له اخيرا جه الوقت، وبعد طول السنين من التدوير على اللي قتل اخويا اهو قاعد قدامي متربط وفي ايدي ان اخلص عليه. فقال له المجرم يا عم انت غبي، بقول لك ضربت عليه نار لكن الطلقات ما كانتش بتأثر فيه. وقبل ما يخلص عليه شيوري كان دخل وقال له اهدى ونزل سلاحك عشان نتكلم، وكان متفاجئ ان كوجاكو هو اخو لوكا الصغير. قال له مش هنزل سلاحي الا وانا مخلص عليه، وانا مش زيك جبان زي ما سبت شريكك يدخل لوحده زمان وما رجعش. لكن وقت ما كانوا بيتخانقوا العصابة بدأت تهجم على المكان واكاني عملت معاهم الصح، وشيوري استغل اللي حصل وطير السلاح من ايد كوجاكو. وبعدها بتوصل العربية اللي هتنقلهم، لكن اللي مستنيهم هناك أسوأ بكتير. وفي الطريق كوجاكو بيقول لسيجي ما نفسكش تموت القذر اللي جنبك ده؟ قال له ان المحقق اللي انقذني قال لي حاجات عمري ما هنساها، والكلام ده خلاني ظابط دلوقتي، وعشان كده انا مش عايز انتقم انتقام شخصي، انا عايز احقق العدالة. وفعلا بيوصلوا الفندق اللي هيتحجز فيه المجرم، ولما بيدخلوا بيكون لوكا متنكر وسط الامن، واول ما بيدخلوا الاوضه شيوري بيلمح لوكا، وفي اللحظه دي بيحصل انفجار مرعب في الدور كله، وبيكون شيوري فاكر سيجي مات لكن بيطلع زي كل مرة عايش زي القرد. أما المجرم اتصاب إصابة قوية وقبل ما يكلموا الإسعاف كان طلع في الروح. أما كوجاكو قدر يلاقي لوكا وفضل يقول له إيه اللي حصل لك؟ أنت أخويا نسيتني ولا إيه؟ بيرد عليه وبيقول له أخو مين؟ وفضل يفكره باللي حصل وقت هجوم المطار، ولكن الواد قال له افتكرت لوكا الواد الجبان الفاشل، وقام طلع مسدسه وضرب النار على كوجاكو. وبيفضل يفتكر لحظات من الماضي بتاعه وهرب في الوقت ده. وبنروح مبنى المحكمة وبيكون الناس كلها مستنية الحكم اللي هيطلع على وورلوك. اما سيجي متضايق انه معرفش ينقذ المجرم عشان يجي يشهد، لكن لسه في امل. وبيل بتحاول تفحص الايد الالكترونيه اللي كانت مع المجرم، وبقيه اعضاء الفريق بتحاول تنظم دخول الناس المحكمه. وشيوري واقف مستغرب الدنيا واللي بيحصل فيها، وان ازاي بعد العمر ده كله الولد اللي لوكا انقذه يبقى ظابط وفي القسم بتاعنا كمان، وبيكون مش عارف ايه الصح وايه الغلط، وهل الصح يشجع سيجي ويقف معاه ولا يبعده عن كل ده عشان ما يحصلش فيه زي ما حصل في لوكا. وبيكون وورلوك موجود في المحكمة وقرر يبقى المحامي اللي هيدافع عن نفسه كمان، وسيجي كان قاعد ومش عايز يحضر المحاكمة، لكن شيوري جاله وقال له ان الشغل شغل فبلاش مرقعة بقى ويلا بينا عشان نلحق. اما البوس وصل له قرار من كوجاكو انه هيستقيل من الشرطة. بنروح للمحاكمة واللي ما كانش حد فيها فاهم اي حاجة، وفي الوقت ده سيجي اكتشف ان اللي كان مسجون
يكون طول الوقت ده مش هو وورلوك اصلا، والكل كان مستغرب هو ازاي بيقول لهم انه هيثبت براءة الراجل ده. فجأة بالسحر بتاعه خلص على قاضي المحكمة وقال لهم انه قريب قوي العالم القذر ده كله هينتهي، واللي هيفضل عايش منكم هيعيش في عالمي وتحت كلمتي وبس. ولما حد من المحكمة قام يكلمه خلص عليه، وبعدها هجم على ست كمان لكن سيجي لحقها وقال له انت اقذر مخلوق على الارض يا وورلوك. قال له العيب على البشر اللي سرقونا، وان العالم ده طول عمره ملك للتنانين وهيفضل طول عمره ملكنا. لكن سيجي اتعصب وقال له انت وتنانينك دول شويه خرافات ومجرد فساد للعالم. وورلوك قال له دي جزاتي، ومش المفروض تشكرني بعد ما انقذتك ساعه هجوم المطار وبيكون شيوري بيجيله خبر ان الامن العام خد المقر بتاعهم، وفجاه بيحصل انفجار مش طبيعي. اما بقيه اعضاء القسم واقفين بره ومش فاهمين اللي بيحصل، والبوس بيقول لهم الدنيا مقلوبه هنا، احسن لكم اهربوا من عندكم ومحدش يرجع. وبيكون شيوري بيحاول يشوف طريقه ينقذ بيها سيجي، وبيسمع وورلوك وهو بيتكلم معاه وبيقول له ان من 9 سنين وهبتك قوه التنين قبل ما لوكا ينقذك، وعمال يضغط على مخ سيجي عشان يفكره ويخليه يكون في صفه. وفعلا ذاكره سيجي بدات تشتغل، لقطات غريبه وسريعه بتوصله المشهد كان ممسوح من دماغه، وكان وقتها في وسط التعويذه. ولما لوكا وصل وورلوك ضرب نار عليه، لكن طلقه منهم خلصت على سيجي، وبيفتكر ان الوقت ده راح لعالم تاني ومش فاهم فيه اي حاجة. عالم الوقت فيه واقف، ولو فكر يرجع منه هيموت. وفضل صوت غريب بيحاول يقنعه انه ما يرجعش، وانه لو رجع هيخسر كل حاجة، اما لو فضل هنا هيحقق كل اللي هو عايزه. لكن سيجي رفض وقال له انا عايز ارجع عشان اشكر الشخص اللي انقذني. وفعلا رجع وقدر انه يشكر لوكا. ولما افتكر كل حاجه وورلوك قال له حط نفسك مكاني، وفي الوقت ده خدت مني القوه وضحيت بكل حاجه عشانك، وفجاه انت اختفيت من حياتي، لكن بعد ما خسرتك جالي اللي عوضني عنك في نفس الوقت. وسيجي اتفاجئ لما شاف لوكا جاي من وراه، وورلوك قال له انت السبب في ان لوكا بقى ملكي دلوقتي. وفضل يلعب بدماغه لحد ما سيجي ما بقاش قادر حتى يتمالك اعصابه. ولما لوكا جه يقتله وورلوك قال له لا، ده زيه زينا والمسدس مش كفايه عشان يخلص عليه. وفي اللحظه الاخيره شيوري دخل، ولكن لوكا استهزأ بيه وقال له انت عمرك ما عرفت تنشن وانت بتضرب نار. وشيوري خد سيجي وطلعوا يجروا عشان يفلتوا منه. ولما كلم بيل قال له ما ترجعش المقر، وقرروا يتجمعوا في المطعم اللي بيقعدوا فيه. ولما بيوصلوا البوس بيكلمهم من الدرون وبيقول لهم ان بعد هروب وورلوك الامن العام مش هيسيبهم في حالهم، وقال لهم ان بعد ما الصور اتسربت وهو بيقتل من غير سلاح الوضع بقى اخطر بكتير ولازم نلحق نتصرف. فشيوري بيقول له اعتقد ان جه الوقت اللي تقول لنا فيه كل حاجه تعرفها عن وورلوك. قال لهم ان وورلوك مش هو القوه الحقيقيه، وانه مجرد اداه عشان يعزز بيها قوه التنانين، وان كل ما زاد احترام التنين وتقديره والتضحيه ليه بالدم زادت قوته. وبيقول لهم ان القوه اللي حاول يجمعها زمان انتقلت لشخص، وبيكون عارف كمان انها انتقلت لسيجي، وان هو البني ادم الوحيد اللي ممكن يتحمل قوه وورلوك ويقف قدامه، وحتى الرصاص ما يقدرش انه يخلص على سيجي. فبيساله جرامبس هل وورلوك اقوى من التنين بتاع المول؟ قال له التنين ده ما يجيش اي حاجه في قوه وورلوك. ولما بيسالوا عن الحل في النيله اللي هم فيها دي بيقول لهم ان الحل الوحيد هو سيجي، وان قوته مع مساعدتنا ليه هتخلينا نهزم وورلوك. وبيكون سيجي منهار ومش قادر يتمالك نفسه، وشيوري بيقول له انه عايز يتكلم معاه شويه. وفي الوقت ده كوجاكو كان رايح وناوي يخلص على لوكا، لكن اعتقد انه هيفشل في ده. اما سيجي عمال يعيط ويقول يا ريتني مت في الوقت ده عشان ما كانش كل ده حصل، وكان زمان لوكا عايش وما حصلش فيه كل ده. وفي الوقت ده لوكا وكوجاكو كانوا في سباق مين فيهم يخلص على التاني، لكن لما كوجاكو سيطر عليه اول كلمه طلعت من لوكا اقتلني. وكل اللي في بال كوجاكو صراع بين الذكريات وبين الشر اللي في عين اخوه، والعصابه بدأت انها تاخد خطوات في اتجاه الحلم بتاعها. وبالقعده تقنع جرامبس واكاني انهم يهربوا، وان هما الاتنين عندهم عائلات يخافوا عليهم، اما هي ما عندهاش حد وده المكان الانسب ليها. وبيكون سيجي لسه منهار، لكن شيوري بيقول له انت غبي ومش فاهم اي حاجه، واني لو كنت مكان لوكا كنت هنقذك برضه، لان هي دي عداله ضابط الشرطه اللي انت بتدور عليها. وفي الوقت ده سيجي بيفتكر كلام لوكا زمان، وشيوري بيقول له طب اقول لك على الكبيره ان حتى لو انت كنت مكان لوكا كنت هتعمل زيه بالظبط. سيجي قال له يا عم انت هتعرف منين؟ قال له عشان انا مؤمن بيك وعارف انت جواك ايه بالظبط، ودي اول مره في حياتي اؤمن بحد كظابط شرطه من بعد ما لوكا اختفى، والمعركه دي انا محتاجها زيك، لان المعركه دي هي اللي هتخليني اقدر اؤمن بعدالتي كظابط انا كمان. في الوقت ده سيجي وقف وقال له اني هدخل معاك المعركه دي واحقق عدالتي الخاصه فيها. واكاني بتكون بتكلم ابوها وبتقول له هتقول ايه لو سمعت حد بيقول عني مجرمه؟ قال لها مش هقول حاجه لاني عارف انت مين كويس. وطلبت منه انه ياخد كلبه ويروح عند اهله لحد ما ترجع. قال لها حاضر وانه هيستناها. حتى جرامبس
كلم اهله، لكن مراته بتحبه بطريقه عنيفه حبتين وقالت له احسن لك ترجع عايش، انا لو مكانه ممكن انتحر قبل ما ارجع للست الغريبه دي. وبيكون كل اعضاء الفريق اتفقوا انهم هيقاتلوا مع بعض، لكن البوس في وضع ما يتحسدش عليه تماما، وافراد العصابه كلها محوطاه بالسلاح من كل ناحيه. وفي الوقت ده بيل بتقول لهم ان تحليل العين الصناعيه انتهى، وبيكون فيها احداثيات لطوكيو كامله وفيها اماكن متعلم عليها وكانها اشاره ان هيحصل فيها حاجه، وبيكون في ملفات تانية وصور لاماكن معينه والتنين بتسع رؤوس، لكن بيكونوا مش عارفين اشمعنى الاماكن دي، لكن بيكون من ضمن الاماكن المطار والمول، ودول حصل فيهم هجوم بالفعل. ولما بيعملوا بحث بيلاقوا ان المشترك بين الاماكن دي كان فيها زمان حاجات مقدسه، وان القتل والدم اللي بيسعوا ليه ده بيكسر اختام المناطق دي، وبالتالي لما الاختام بتتكسر بيكون ظهور التنين اسهل. ولما وصلوا الاماكن دي كلها ببعض كانت النتيجه نجمه خماسيه ومركزها هو مركز الشرطه الرئيسي. وبيكون وورلوك وصل على سطح مركز الشرطه، وافراد العصابه بيكونوا طلعوا للبوس، اما وورلوك بيشوفه وبيقول له عاش من شافك يا عجوز، وبيرد عليه البوس وكانهم يعرفوا بعض كويس. كانت الصدمه لما وورلوك قال للبوس ايه اللي خلاك تتخلى عن قوتك، شكل الليله طلعت كبيره يا جدعان، والفوازير في العالم ده ملهاش حدود. المهم بيقول له البوس انا اللي عايز اسالك ايه اللي مخليك عايز القوه دي. بيقول له بذمتك انت مش عايزها يعني؟ قال له بالرغم من اني اول راس من رؤوس التنين التسعه لكن مش عايز القوه دي. ورد عليه وورلوك وقال له مصلحه، خليني انا احتل العالم. لكن البوس بضربه واحده بيطير وورلوك وقال له نسيت اقول لك ان لسه محتفظ بقوه التنين احتياطي. وبيكونوا اعضاء الفريق كلهم متفاجئين لما بيعرفوا، وقال لهم انه محتاجهم عشان ينقذوه، وان دماء التنانين بتزيد قوتها كل ما كان في ناس كتير بتثق فيها وبقدرتها. وبيقول لهم انه مش هيقدر يتواصل معاهم تاني، وبكده اللعبه كلها بقت في ايديهم، وهم اللي يقدروا يحموا البوس او يحكموا عليه بالموت. وفعلا بياخدوا قرار انهم ينقذوه، وشيوري بيأمرهم انهم يتحركوا ويحلوا المشكله دي كلها. وبنروح لكوجاكو اللي مرضيش يضرب النار على لوكا، ولما لوكا سأله ما قتلتنيش ليه قال له عشان انت مش شرير وانك افضل ضابط في العالم، واللي في الصوره ده شريكك. ولوكا في الوقت ده ما حسش باي حاجه الا نفس الاحساس اللي عدى بيه لما وورلوك سيطر عليه. وكوجاكو قال له بالراحه على نفسك واني هفضل معاك لحد ما تقف على رجلك وتبقى احسن من الاول. وساعتها لوكا وقف على رجله وقال انا اسمي لوكا ضابط شرطه سابق. اما وورلوك فبتكون قوته عماله تزيد، والبوس بيحاول يدافع عن نفسه، وبيكون وورلوك عمال يتفخر بقوه التنانين. فالبوس بيقول له انت نسيت نقطه ضعفنا واننا ملناش نفوذ. ولما بيهجموا على بعض بيحصل طاقه غريبه وبيخرج منها تنين اكبر بكتير من اللي كان في المول، وده بسبب ان بقى في ناس كتير بيثقوا في وورلوك وبقى عنده جيش بيضحي عشانه. واللعبه بينهم دلوقتي بقت لعبه مين بيثق فيه الناس اكتر. وبعد الوقت ده كله اخيرا اعضاء القسم وصلوا وبداوا يوقعوا في الحراس واحد ورا التاني، حتى المستخبي منهم عرفوا يجيبوه من قفاه. وبيكونوا كلهم اعتمادهم الاساسي على سيجي، وبيكون هدفهم هو حمايه مركز الشرطه، والهدف التاني والاهم انهم يقبضوا على وورلوك. وفي الوقت ده بيكون البوس بيجيب اخره مش قادر يقاوم، وبيقول له شكلي عجزت على اللي احنا بنعمله. ولكن وورلوك بيقول له انت ساذج وضيعت عمرك في هبل، وانا طول عمري ببني جيش بيخدمني. وبيكونوا اعضاء القسم بداوا يقتحموا المبنى فعلا، والبوس بيقول لوورلوك انت لسه اضعف مني، واني بملك الورقه الكسبانه بتاعتك، وان قوه سيجي اللي اتسرقت منك في صفي مش في صفك يا عبيط. ولما فعلا اعضاء الفريق وثقوا في سيجي قوته زادت وبقوا قادرين يقتحموا المبنى بسهوله. وشيوري طلب من بقيه الفريق يفضل هنا، وان هو وسيجي هيطلعوا للبوس واللي كان عمال يستفز في وورلوك، وبيقول له ان محدش بيثق فيك، واني عندي 6 اعضاء في الفريق وكل اللي انت بتقول عليهم جيشك دول. وقبل ما يخلص عليه كان سيجي وصل بضربه تبوظ له وشه، والبوس بيقول له انا واثق فيك وخليك عارف ان العالم كله محتاجك. وبيكون وورلوك عمال يستهزأ بيهم، لكن البوس عمال يحفز في سيجي وبيقول له اننا هنقدر عليه مع بعض. وبيتولد بينهم قوه يخرج منها نور غريب، وبيقول له وورلوك انك دلوقتي مطلوب للعداله ويلا ما تضيعش وقتنا. لكن غضب وورلوك انفجر وشكله ناوي على نيه سودا، وبدا انه يهجم على سيجي. وبيكون شيوري بيحاول انه يسيبه لكن ولا الهوا. لكن فجاه بيلاقوا بقيه اعضاء الفرقه وصلوا عشان يساعدوهم وبيهجموا على التنين، لكن قوتهم مش طبيعيه. وورلوك عمال يقول لهم فاكرين انكم هتهزموني، لكن سيجي بيتدخل وبيغير له رايه بهجمات قويه تخلي التنين يختفي. لكن وورلوك في ثواني قوته ترجع وازيد من الاول كمان. لكن سيجي مش بييأس وبيقول لهم لو استمرينا على كده هنقدر نخلص عليه. والشيوري بيفكر ازاي يضعفه وان قوته جايه من ايمان الناس في الخطه بتاعته، وبيبدا يفكر ازاي يخليهم ما يمشوش ورا كلامه. وفجاه كوجاكو بيكلمه وبيقول له اتصرف باي طريقه تجيب بيها وورلوك
في الجنينه اللي تحت، وبتكون بيل مع البص بتاخد بالها منه، وبيقول لها انا مستغرب قوه وورلوك، ومستغرب اكتر انكم مش خايفين منه، وكل واحد فيهم بيحاول يعمل اللي يقدر عليه. وشيوري بيطلب من بيل انها تخلق جنينه وتوقف كل الطرق، ولما بتعمل كده بيجي دور سيجي وبيقول له يسحب وورلوك على الجنينه، لكن سيجي بيقول له يا عم انت مجنون، اعملها ازاي دي وهو زي الطور كده؟ قال له اتصرف بقى، انت الوحيد اللي معاك القوه. فعلا سيجي طلع يجري عليه وخده من فوق ونزل بيه، لكن وورلوك لحق نفسه وقال له انت بتضحكني، هو لسه في حد في الزمن ده بيحاول يحمي زمايله في الشغل؟ وبيكون جه وقت ان بقيه اعضاء الفريق ينزلوا، وبيل بتعزم عليهم بتوصيله مجانيه وبتنزلهم متعلقين من قفاهم، وبيكون وورلوك عمال يحاول يخلص على سيجي، ولما بيقف في وشه بيديله ضربة قوية تجيبه على الأرض، لكن بيقوم ويقف وبيقول له حتى لو اكتشفت في يوم إن أنت على حق، لكن أنا عمري ما هبقى عايز أكون في صفك أو أحقق أحلامك. لكن وورلوك بيفضل يزعق وبيقول له إنه العالم بتاعي وكل الناس هتمشي على كلامي وهتعمل اللي أنا عايزه. فسيجي بيقول له أنا حتى لو صغير أو لسه ما عنديش الوعي الكافي، كل اللي متأكد منه إني لازم أوقفك. وشيوري بيجي وبيقول له عندك حق، وبيقول له وورلوك أنت صعبان عليا وعمال تقول إن كل حاجة ملكك وأنت مفيش أي حاجة مسيطر عليها أساسا. قال له قصدك إيه بالظبط؟ وفجأة لقى كمية طلق كبيرة بتتضرب عليه، واللي كان بيضربها لوكا المساعد الوفي بتاعه، ولما شافه استغرب. وشيوري قال له كنت فاكره مات مش كده؟ لكن وورلوك بيقول له مش فارق لي انت معايا ولا عليا، وانك اثبتت زمان انك بشري فاشل، والنهارده اثبتت انك تنين فاشل كمان. لكن اللي رد عليه كان شيوري وقال له خليني اقول لك انت بتعمل كده ليه، وان كل ده مجرد غيرة من البشر عشان شايفهم أحسن منك. وبيفضل يستفز فيه، وورلوك اتوتر وبدأ يتعصب وغضبه بيزيد، والتنين بيظهر تاني وبيكون الكل جاهز عشان يخلصوا عليه، وبيهجموا عليه كلهم مرة واحدة، لكن بيقدر يتصدى لهجوم سيجي وكله بيحاول يشارك، حتى بيل مش خايفة وبتحاول، والهجمات نازلة على التنين من كل اتجاه. ولما وورلوك بيفقد الأمل بيحاول إنه يخلي لوكا في صفه، لكن الوقت فات والوضع بقى صعب على وورلوك، وبهجوم مزدوج من سيجي وشيوري بيخلصوا على التنين، والقصة بتكون انتهت، والتنانين ما قدرتش تقف قدام قوة البشر. لكن وورلوك مش قادر يصدق ان ده حصل، خلاص هيتجنن ومش مقتنع ازاي خسر قدام البشر، لكن نهاية شر وورلوك كان ليها حدود. وسيجي بيقول له الفكرة مش فكرة قوة، وان من النهاردة مش عايز قوة التنين بتاعك، وفعلا بيتخلى عن القوة وبيقول له انا يكفيني قوة البشر والعدالة. حتى لوكا بيقول له خلاص محدش بقى مصدقك، وانت نفسك ما بقتش مصدق اللي انت بتقوله. لما بيحس ان خلاص النهاية اتكتبت بيتوسل ليهم انهم يقتلوه، لكن بيرفضوا، وكان عذابه الحقيقي انه يتقبض عليه ويتعاقب زي اي بشري عادي. وبعد 9 سنين شيوري بيكون واقف مع لوكا وبيقول له انك تفضل مستخبي طول حياتك مش ده الصح، لكن لوكا قال له اني عملت جرائم كتير وعشان اكفر عنها لازم اعاقب نفسي، وبيكون خايف انه يظهر تاني عشان اخوه ما يتاذيش، وقال له ان المكافأة بتاعتي ان قدرت اخلي فيه ضابط شرطة شاطر وقوي مكاني. وبيودعوا بعض اخر وداع في اللقاء الاخير، وبينهوا قصة 2 شركاء عاشوا مع بعض كل الظروف. ولما شيوري بيمشي بيقابله كوجاكو، ولما بيسأله عن لوكا بيقول له انه مشي، وبيقول له شيوري انت لو كنت مكانه كنت هتعمل كده برضه، وبالرغم من كل اللي حصل والناس اللي ماتت والحوادث اللي حصلت القصة انتهت والعالم بسلام، واللي غلط اتحاسب على غلطه، والناس نسيت كل حاجة حصلت وكأنها ما حصلتش، وكل حاجة رجعت زي ما كانت وأحسن. ولوكا قرر يسافر يدور على العدالة اللي هيحققها في مكان تاني. وبالرغم من كل ده الجرايم لسه ليها مكان، لكن كل اللي بقى مختلف ان في ناس هتعيش حياتها عشان تقضي على الجرايم دي، والقسم السابع لمكافحة الجرايم جاهز دايما لتحقيق العدالة. وبكده يكون خلص الانمي بتاعنا. ولكل حبايبي اللي وصلوا لحد الحتة دي عايزك تكتب في الكومنتات دارك وجنبيها قلبين عشان تظهر معانا في الفيديو اللي جاي، عشان اعرف ان انت من الابطال اللي بيكملوا الفيديو لحد الاخر. فلو عجبك الانمي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الانمي الجاي، سلام.